ده ممكن يبقى مثلا وسواس من الشيطان. ممكن بحس ان ممكن القرين او الشيطان بيبدا ان هو يشتغل على الحته دي بالذات لو الانسان ادى للشيطان الفرصه ان هو يبين له ان هو بيخاف من الموضوع. خلاص هو دلوقتي عرف نقاط الضعف اللي عند بالظبط، عرف نقطه الانسان، ضعفه فبيبدا يمسكه منها، بيبدا يدخل له منها، بيبدا يشتغل على الحته دي. حته ان انا عارف ان انت بتخاف من المرض، عندك الهاجس بتاع المرض، عندك وسواس المرض، فيبدا الشيطان لان في عندنا في القران بيقول لك ان الشيطان يخوف، في معنى الايه بيخوف اولياء الله، تمام كده، اولياء. فالقصه بقى الشاهد في الموضوع ان انت لما بتدي للشيطان الفرصه ان هو يعرف نقاط الضعف، سواء خوفك من المرض سواء خوفك من الموت، تديله مدخل يدخل لك منه بالظبط كده. فيبدا على طول عايز يدخلك في دوامه انا مريض، انا ولا بتعرف تشوف وتفضل عايش في دوامه المرض على طول. بالظبط، وهي اصلا دوامه، تمام، وهم من عندك، هي اولها واخرها وهم. فانت طب انت تعمل ايه دلوقتي؟ انت لو جيت بالحوار ده او حسيت دلوقتي ان انت مثلا عندي شويه صداع، ما هولش الموضوع، ما هولش من امر الصداع، اقعد اقول لنفسي صداع وهيعدي. صحيح، تمام، ادام حاجه مش بتتكرر معاك فعلا، مش بتتكرر معاك يوميا، مش بتتكرر معاك على طول، لا ما اديش لنفسي الفرصه ان لا الموضوع هيبقى كبير، ده الصداع ده ممكن يكون عرض. وفي ناس ممكن مثلا اول ما يجي لها عرض ممكن والله حبه برد او جاله زكام او اي حاجه، يدخل يكتب على جوجل اسباب الصداع، فجوجل يطلع له حاجات امراض خطيره جدا وحاجات فعلا. كتير، يفضل بقى يوهم نفسه ده انا ممكن يكون عندي واحد من دول، ويدور على بقيه اعراض المرض الفلاني والمرض العلاني. فانت دلوقتي قاعد في دايره المرض، وهمت نفسك ان انت خلاص عييت وان انت خلاص عندك مرض خطير،